إيه رأيك في منصة تاجر، وهل تعتبر بداية كويسة لحد بيتعلم؟ بص، طبعا انا بقول تاجر كويس جدا اللي انت تبتدي معاهم، مش بغرض اللي انت تكسب او تعمل فلوس، عشان غالبا بيبقى ساعات عندهم مشاكل في الاوبريشن. بس هم بيحلوا لك مشكلة جامدة جدا وكويسة جدا جدا جدا، بيوفروا لك بضاعة قبل ما تشتريها، فبيقللوا ما بتبقاش محتاج راس مال اللي انت تبتدي. فتقدر تتعلم كويس جدا تصرف على يعني لو معاك شوية فلوس هتصرفها على الإعلانات، فهتتعلم على الإعلانات وإزاي تعمل كرييتيفز، وإزاي تعمل إعلان على الفيسبوك أو تيك توك. فحرفيا بتتعلم بأفضل طريقة، ولما يجيلك أوردر هما بيوصلوه على طول. فهوبفولي مثلا هنقول نسبة قليلة من الأوردرات اللي أنت بتجيبها بتتسلم. إن شاء الله النسبة القليلة دي يرجعوا لك يا إما الفلوس اللي أنت دفعتها في الماركتينج، أو أقل حاجة بسيطة. فبالتالي اللي أنت هتكون اتعلمت بأفضل طريقة وبأقل كوست. خلاص بقيت كويس تمام، ممكن بقى تبتدي تجيب بضاعة بتاعتك انت هنا في مصر، او بقى تنقل على الخليج كدروب شيبينج، او تجيب بضاعتك في الخليج. وبعد كده المرحلة المتقدمة تعمل دروب شيبينج في امريكا بقى عادي واوروبا. وبعد كده بقى تعمل براند ان شاء الله بتاعك وتكسر بيه الدنيا. فانا رأيي ابتدي بتاجر لو انت في مصر.